مشروعية الضريبة أمر يثير الجدل من وقت لآخر. حول هذا الأمر سألنا الباحث بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان الدكتور علي الجهضمي. نتابع المداخلة معا. العلماء اتفقوا على أن مال المسلم معصوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك لا يمكن للحكومات أن تتخذ من الضرائب ذريعة لاستخدام جيب المواطن لأجل دفع تكاليف الفساد أو تكاليف الديون التي لا يد له فيها ولا يد له في إفشالها، أو تحميل المواطن ضرر الخلل في سلم الأولويات لدى في الإنفاق الحكومي أو القرارات الاقتصادية الاستبدادية. ولذلك نبين أن محل الاتفاق هنا وهو الأصل أنه لا يصح أن تفرض الضرائب، وإنما هنالك حالة استثنائية وتحدث عنها العلماء، وهو هل في مال المسلم حقوق مالية من غير الزكاة إذا اقتضت الحاجة أن تفرض على المسلم بعض الضرائب أو بعض الحقوق من غير الزكاة. هذا هو محل النقاش الفقهي. من العلماء من حمل معنى المكوس المحرمة على المعنى العام فقال: كل هذه الضرائب الأصل فيها المنع. ومن العلماء من حمل المكوس الواردة في الأدلة على المعنى الخاص، وهي الجباية الجائرة التي تؤخذ بغير حق وتعطى بغير حق. ولذلك اشترطوا لهذه الضرائب أن تكون هناك 4 شروط. الشرط الأول أن تكون هنالك حاجة داعية، وأن تكون هنالك ضرورة ملحة ولا توجد موارد في الدولة لأجل التكفل بها. ثانيا أن تكون هنالك عدالة في توزيع أعباء الضرائب بحيث لا يكون هنالك مساواة، لأن المساواة في باب الضرائب هي عين الظلم. ثالثا أن تصرف في مصالح الأمة العامة، لا أن يستأثر بهذه الضرائب وبفوائدها بعض المتنفذين من أصحاب القرار. رابعا أن يكون فرض الضرائب مبنيا على تأصيل سليم